السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بمشاهدينا الكرام. بعد مباراة اليوم لمنتخب الجزائري أمام نظيره النيجيري التي شهد فيها فوز المنتخب الوطني ب1-0 عبر توقيع بغداد بونجاح الهدف بتمريرة من الكابتن رياض محرز سكنت الشباك. وبعد المباراة جاءت تصريحات الناخب الوطني جمال بلماضي حيث قال: لقد حصلنا في هذا التنقل على مبتغانا رغم كل الصعوبات التي تعرضنا إليها، خاصة عندما نقابل فرق في هذا التنوع الكثير، وطبعا هناك اختبارات تكتيكية تعرضها علينا هذه المباراة. الشكر موجه لكل اللاعبين وكل من ساهم في الفوز. وقال أيضا: المنتخب الجزائري من المنتخبات القليلة التي تغير كامل تشكيلة في تاريخ واحد للفيفا خلال مباراتين. وأيضا جاء في تصريحاته: كأس إفريقيا هدفنا وسنعمل كل تاريخ للفيفا حتى نظل بالكوديفوار بمنتخب قادر على الفوز. وفي تصريح آخر للاعب فارس شايبي قال الحكم: حرمني من هدفين صحيحين، للأسف كان سيكون الأمر جميلا لو احتسبهم بالنسبة لي، ولكن الحمد لله حققنا الأهم.